السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا شباب، يا رب تكونوا دايما في خير وأحسن حال. لو حضرتك من الناس اللي لسه جديدة في تربية الفراخ وأول مرة يدخل عليها فصل الشتاء، لازم تبقى فاهم كويس قوي إن أنت كنت على شفا حفرة من النار. مربين الدواجن في كل مكان بينقسموا إلى نوعين: النوع اللي بيربي في التربية المنزلية والأعداد الصغيرة، والنوع اللي بيربي في التربية الكبيرة والعنابر المغلقة. إحنا الاتنين هتواجهنا مشكلة كبيرة جدا كمان شهر أو اتنين، مشكلة الشتاء القارس وانخفاض درجة الحرارة. النهاردة احنا هنتكلم عن التربية المنزلية بالنسبة للناس اللي بتربي في أعداد صغيرة، ازاي ان درجة الحرارة مهمة جدا، واللي مش هيهتم بيها هيعتبر ان هو داخل في خراب بيوت ولازم ياخد باله من راس ماله. النقطة التانية، ازاي بقى احنا نواجه المشكلة دي او حلها ايه، لان انت طبعا صعب جدا لمبتين 3 يدفوا أوضة في عز التلج. انت عارف ان في عز البرد او في انخفاض درجة الحرارة بيكون الجدار بتاع الغرفة نفسها، الجدار بتحس ان هو بيبقى شبه جدار الفريزر. فمهما انت تحط من لمبات علشان تدفي فراخك، عمرك ما هتوصل لحرارة 33 زي ما احنا محتاجين. فإذا لازم يكون في حل. النهارده هقدم لحضرتك الحل خصوصا في التربية المنزلية، والحلقة الجاية هقدم لك الحل بالنسبة للمزارع الكبيرة أو العنابر المغلقة. طبعا انت لو بتربي 100 أو 200 أو 300 في غرفة واحدة، موضوع الترمومتر ما هواش مقياس. أنا عايزك عينيك هي اللي تكون ترمومتر. يعني احنا عايزين الكتكوت يكون منتشر، ما بينهكش من الحر ومش مجمع أو لامم على بعضه من البرد. الدرجة دي هي الدرجة المطلوبة، أو الشكل ده هو الشكل المطلوب في التربية المنزلية. طيب أنت في الشتاء أول ما هتحط الكتاكيت على النشارة، هتبص هتلاقي بعد ربع ساعة الكتاكيت لمت على بعضها تحت اللمبة. ليه؟ بيحاولوا يدفوا بعض. طيب هو أصلا ليه الكتكوت بيحاول يحصل على الحرارة؟ لأن لو ما خدش الحرارة الكافية لجسمه، هيفضل ما فيش اكل، ما فيش عمليات فسيولوجيه، ما فيش نشاط في الكبد، ما فيش نشاط في الكليه. هتبص هتلاقيه بينشف كمان، بيصغر. حتى لو اكل، يعني حتى لو الفراخ او الكتاكيت اكلت، هتحول الاكل ده بدل ما تحوله للحم وبروتين وعضلات ووزن، هتحوله لريش علشان تدفي نفسها. يعني ممكن تقعد اسبوع الكتاكيت لما حوالين نفسها تحت اللمبه، وتيجي توزن بعد اسبوع تلاقيها عباره عن شويه ريش. فكده تعتبر الدوره باظت. في قاعده عامه كده لازم تاخد بالك منها، ان في فصول الشتاء ما ينفعش ان انت تدفي الاوضه كلها. يعني انت حاطط 200 كتكوت في الاوضه، ما ينفعش ان انت تدفي الاوضه كلها، مستحيل، لن تستطيع انك تدفي الاوضه كلها. الحل ايه؟ انك بتعمل الحضانه اللي انت حضنت عليها، ليها لازم يكون ليها سقف وليها جدران، اكنها اوضه جوه اوضه، غرفه جوه غرفه. ما ينفعش ان حضرتك تسيب الجو مكشوف فوق الكتاكيت بحجة ان انت هتحط لمبتين 3 فوقهم، وحتى لو حطيت شعلة مستحيل برضو تدفي الأوضة كلها زي ما شرحت لك في اول الفيديو، لان الجدران بتاعة الغرفة بتكون شبه جدران الفريزر. لازم ان انت تعزل الكلام ده عن طريق استخدام سقف، ولو من خشب او ابلكاش او حتى كرتون. اي سقف على ارتفاع متر من الكتاكيت، على ارتفاع مثلا 30 سنتي من اللمبة او اللمبتين اللي انت شغال عليهم. احنا عارفين ان الهواء السخن او الهواء البارد بينزل لتحت، والهواء الساخن بيطلع لفوق. فحضرتك علشان الحرارة العالية هتطلع لفوق، لازم انت تحبسها بالسقف ده علشان ترجع ترد على الكتاكيت. فلما الكتاكيت هتدفى هتنتشر، ولما تنتشر هتاكل وهتشرب، والمصنع هيشتغل والدنيا هتحلو. غير كده والله العظيم ثق تماما، لو ما عملتش كده هيحصل لك او الكتاكيت هيحصل لها مشكله كبيره جدا. ومهما بقى تقول لي نوع الكتكوت حلو ونوع العلف، مهما لو جايب كتاكيت من المانيا وعلف من استراليا، برضو مش لازم الحراره تكون مظبوطه. طيب النقطة اللي ممكن بعد كده تواجهك ايه؟ يعني الرطوبة هتزيد شوية على النشارة. يعني السبلة تحت الكتاكيت ممكن تلاقي فيها رطوبة، وده بيعمل لك ريحة امونيا، وبيعمل كوكسيديا، وبيعمل كوليستريديا واسهال بني. طيب علشان نتفادى النقطة دي، الحل ايه؟ حضرتك ما تفرش النشارة كلها مرة واحدة. ما تجيبش شكارتين نشارة وتروح فرشهم مرة واحدة وترجع تقول لنفسك هبقى اقلب النشارة. اوعى تعمل كده. امال الحل ايه؟ انت تفرش طبقة صغيرة في اول اسبوع. الكتكوت صغير يعني مش محتاج طبقة كبيرة ولا حاجة، طبقة صغيرة. وكل 3 ايام ممكن ان حضرتك في الاول كده
بدل ما تقلب النشارة، لا انت ممكن تشيل النشارة من تحت المكان اللي انت محضن عليه وتفرده في باقي الغرفة وتحط نشارة جديدة بسرعة. وما تنساش ان يكون في طبقة جير اصلا كويسة تحت النشارة، ولما هتغير النشارة الجديدة بنشارة قديمة هتبص هتلاقي مفيش رطوبة خالص. النشارة القديمة اللي انت بتفرشها او بتفردها في الغرفة في ظرف 3 ايام هتبص هتلاقيها نشفت، تقدر تعيد استخدامها تاني في العمر الكبير.